السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. التوبة، كلمتنا النهاردة هي التوبة. هتكون امتى التوبة احسن من الايام اللي احنا جايين عليها، وهي العشر الاواخر من رمضان، واللي يكون فيهم العتق من النار. يلا بينا نكون من التوابين، وربنا يكتبنا من المعتقين من النار. يلا بينا نعرف ايه التوبة. التوبة معناها الرجوع لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ذو مغفرة ورحمة واسعة جدا. الحمد لله ان احنا بنعبد الله الواحد الاحد ذو الرحمة والمغفرة. تخيلوا لو كنا بنعبد اله تاني او شيء ما عندوش رحمة ربنا ومغفرته وعفوه. تخيلوا كانت حياتنا هتبقى عاملة ازاي، واحنا بشر مخلوقين ضعفاء، بنمشي ورا اهوائنا وانفسنا. تخيلوا كانت هتبقى حياتنا عاملة ازاي واخرتنا عاملة ازاي. ولكن الحمد لله ان احنا بنعبد ربنا الواحد الاحد الرحمن الرحيم. الحمد لله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقول للناس ويبعث في قلوبهم الامل، اللي كانوا في الجاهلية شداد جدا، وبعد كده دخلوا الاسلام وخايفين لربنا سبحانه وتعالى ما يغفر لهمش، وكان بيقول لهم يديهم الامل ويقول لهم ما تفقدوش الامل في الله سبحانه وتعالى وفي رحمته وفي مغفرته، وانه هيمحو كل ذنوبكم. وفي حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الحديث ومعنى كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انك دايما يكون عندك امل في الله سبحانه وتعالى. ما ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش ملايكة، الملايكة مخلوقين على تسبيح ربنا وتقديسه، انما والشياطين طبعا عصت ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بشر علشان نعبده ونعمر في الارض ونكون خليفة ليه في الارض. فسبحانه وتعالى خلقنا بمميزات بين الاتنين، فينا الخير وفينا الشر، علشان عارف ان احنا ضعاف، عارف ان احنا هنخطئ ونمشي ورا اهوائنا، مش هنقدر نعبده بالشكل الكافي والشكل اللي يستحق قدر ربنا ووجهه سبحانه وتعالى. ربنا عارف كل ده فيسر علينا وغفر لنا وقال اعملوا الحسنات فالحسنات تذهب السيئة وتضاعف كمان أجرها. كمان عندنا مشكلتين في القلوب بتحصل، بتكون يعني مشكلة عائق قصاد توبة الإنسان. أول حاجة فقدان الأمل في الله سبحانه وتعالى، ودي أسوأ حاجة أن الإنسان يفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى وفي مغفرته. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. سورة الحجر. يعني اللي بس بييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى هو الضال، هو اللي خلاص مش شايف أي حاجة، مفيش في قلبه أي إيمان. لكن لو رجع ربنا سبحانه وتعالى هيغفر له. كمان بيقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: كل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سورة الأنفال. صدق الله العظيم. يعني الناس اللي كفروا دي مجرد ما ينتهوا من كفرهم ويعبدوا الله سبحانه وتعالى ويستغفروه هيغفر لهم، ويغفر لهم كل ما قد سلف من عندهم. فباب التوبة مفتوح دايما لكل اللي عايز يرجع وكل اللي عايز يتوب إلى أن يلفظ الإنسان أنفاسه الأخيرة، يعني لحد أنفاسه الأخيرة باب التوبة مفتوح، وإلى أن تشرق الشمس من المغرب فيقفل باب التوبة. ودي من علامات الساعة الكبرى وفي أواخر أيام الأرض. عندنا تاني مشكلة من مشاكل التوبة عند الإنسان هي فقدان الاحتياج للتوبة. أنا شايف أنا مستصغر سيئاتي ومستصغر خطايا قصاد الناس اللي بتقتل واللي بتسرق واللي بتعمل أفعال فاحشة. فأنا شايف إن أنا يعني بعمل أخطاء صغيرة، ولكن الأخطاء الصغيرة بتتكاتل وبتتراكم لحد ما تخلي الإنسان قلبه يسود ويقدم على الأفعال الخطأ الكبيرة والكبائر فيقع للأسف والعياذ بالله. وهنا طبعا احنا لازم ما ينفعش ابدا نفقد الاحتياج للتوبة، لان احنا بننام ونصحى على اخطاء وعلى ذنوب بندركها او ما ندركهاش، ولساننا ده بيوقعنا في ذنوب كتيرة.
ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور. صدق الله العظيم. فاحنا محتاجين دايما ان احنا نتوب ونستغفر ربنا على كل حاجة بنعملها. نيجي التوبة مستويين، توبة عامة وتوبة من ذنب معين. التوبة العامة هي توبة مثلا على إنسان فضل فترة طويلة عمال يعمل في معاصي ومش بيعبد ربنا، وعمال يعمل في أخطاء وعايش الدنيا من فوق لتحت زي ما بيقولوا. هو محتاج فعلا توبة عامة عن كل حاجة، ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويتعلم ويستهدى كده بالله، وربنا بيغفر له كل ما سبق. توبة من ذنب معين هو لما يكون الإنسان مصمم على ذنب معين، في ذنب عمال أعمله ومش قادر مش قادر يعني أمسك نفسي عنه، مش قادر أعمل حاجة. فده طبعا بيعمل حواجز بين العبد وبين ربه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى برضو يقول لنا ارجعوا واستغفروا، ومرة واتنين وتلاتة وعشرة ومليون وانا هغفر لكم. الله الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هو بس الانسان مجرد ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ربنا سبحانه وتعالى هيغفر له ويقويه على نفسه وعلى ذنبه ويغفر له ذنبه. طبعا باتباع السيئة الحسنة. اعمل حسنات عشان تمحي السيئات دي وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يغفر لنا كل حاجة يا رب يا رب. نيجي هنا من ربنا سبحانه وتعالى بيقول إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا سبحانه وتعالى بيوعدنا أن يبدل السيئات بحسنات ويغفر لنا، إن الله كان غفورا رحيما. يا رب اجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين. فيا جماعة توبوا لله سبحانه وتعالى واستغفروا ربنا كتير على كل حاجة شايفينها عملتوها صح أو غلط، عشان ربنا يغفر لنا ويخرجنا من الدنيا دي بقلب سليم يا رب العالمين. يا رب تكونوا استفدتوا. اسفل الفيديو هيكون طويل شوية، ونتقابل بكرة ان شاء الله في كلمة جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.